بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خطاب يمنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول بحضور جلسات مجلس إدارة نادي الزمالك، وكان فيه رد من القلعة البيضاء. جاء نص خطاب مديرية الشباب والرياضة للزمالك كالآتي: نخطركم بشأن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري. نحيط سيادتكم بأن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ حتى لو تم الطعن عليها وفقا لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة. وأضافت مديرية الشباب والرياضة في خطابها للزمالك: لذا يتعين على النادي تنفيذ الحكم الصادر بعدم حضور مرتضى منصور لأي جلسات لمجلس الإدارة، وضرورة قيام مجلس الإدارة بتحديد القائم بعمل مجلس الإدارة لحين أقرب جمعية عمومية. وطالبت مديرية الشباب والرياضة من القائم بالأعمال المدير التنفيذي لنادي الزمالك بسرعة موافاتهم بالمطلوب. ومن ناحية أخرى، أرسل نادي الزمالك ردا لوزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بأن المستشار مرتضى منصور ما زال رئيسا للنادي الزمالك. واستند مجلس إدارة الزمالك في خطابه لوزارة الشباب والرياضة بأن المستشار مرتضى منصور تقدم باستشكال على حكم عزل من رئاسة نادي الزمالك، وذلك أمام نفس الدائرة التي أصدرت الحكم من أجل وقف التنفيذ. وأكد نادي الزمالك في خطابه للوزارة ومديرية الشباب والرياضة بأن مرتضى منصور سيظل رئيسا للزمالك لحين الفصل في الاستشكال. وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قالت بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج وثلاث آخرين، والتي يطالبون فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. كما قالت المحكمة بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس للنادي الزمالك وباعتبار منصبه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك شاغرا، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لإجراء انتخابات مبكرة على منصب رئيس النادي. طبعا شكلها كده الموضوع يعني مكمل في نفس المتاهة. مرتضى منصور معزول، لا انا مش معزول، انت معزول تستشكل، ما ينفعش حتى لو استشكلت فانت خارج الزمالك، لا ده الاستشكال يوقف الحكم، وماشيين في الايه في المتاهة ولا احنا عارفين اي حاجة. المفروض القانون بيبقى واضح وصريح، القانون واضح وصريح وما يبقاش ليه اكتر من وجه، لكن احنا بنشوف حاجات غريبة وعجيبة. يعني مديرية الشباب والرياضة بتستند لان التظلم او الاستشكال او ما يعني اي مسمى تسميه بيبقى واجب النفاذ حتى لو تم الطعن عليه، يعني تنفيذ الحكم او العزل. فهو حتى هو يعني مدير الشباب والرياضة قايله هو في الخطاب بتاعها: نخطركم بشأن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري. نحيط سيادتكم بأن الأحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ حتى لو تم الطعن عليها وفقا لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة. في نفس الوقت اللي رد مجلس إدارة نادي الزمالك إن ما زال مرتضى منصور هو رئيسا لنادي الزمالك لحين الفصل في الاستشكال. يعني الزمالك بيقول لك في خطابه في الوزارة رقم، يعني هم خطاب بخطاب بقى. فالزمالك بعت في خطابه للوزاره ومدير الشباب والرياضه ويقول ان مرتضى منصور سيظل رئيسا للزمالك لحين الفصل في الاستشكال. طيب ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيكون؟ طبعا الزمالك ورئيسه مرتضى منصور ولا هيهمهم اي كلام من كل الكلام ده، ولا اكن الوزاره ولا الوزير يعني بعت خطاب ولا قال اي حاجه. وهنستنى في الاخر، الوزاره هتستنى ومرتضى منصور ومجلس اداره نادي الزمالك هيستنوا الاستشكال ايه اللي هيتحكم فيه، وده اللي احنا هنتابعه في الايام القادمه. نشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.